أثار إعلان سيدة موريتانية أن مهر ابنتها لم يتجاوز 3000 أوقية، أي أقل من $100، إعجابا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي في البلاد في ظل حملات حكومية للحد من البذخ في المناسبات والحفلات الاجتماعية. وتداول نشطاء على منصة التواصل الاجتماعي تصريحات لسيدة موريتانية تعلن فيها معارضتها لعادات التبذير عبر تخفيف النفقات في عرس ابنتها. ويأتي ذلك في وقت زادت فيه الحكومة من وتيرة تصريحاتها ضد ظاهرة التبذير والبذخ في الأعراس والمناسبات. واعتبر بعض المعلقين على تصرف السيدة بأنه يحتذى به، ويجب على المجتمع الموريتاني أن يحذو حذوها. تزامنا مع ذلك، تداول معارضون لرمي الأموال بشكل مبذر في الأعراس صورا لرجل يرمي مبالغ مالية كبيرة وبجانبه آخر يسألنه المعونة. ورغم تعاظم أعداد المعارضين للتبذير على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن انتشار رمي النقود على الفنانين في الحفلات ما زال منتشرا بشكل كبير بموريتانيا. ولمواجهة هذه الظاهرة عقدت الحكومة عدة اجتماعات، وأعلنت عن تشكيل لجان وزارية كانت آخرها في أكتوبر الماضي للتصدي لظاهرة البذخ في المناسبات الاجتماعية. وترأس تلك اللجنة الوزير الأول محمد ود بلال مسعود، الذي أدار جلسة فنية لوضع خطوات عملية لمواجهة هذه الممارسات. وترى الحكومة الموريتانية أن ظاهرة البذخ في المناسبات الاجتماعية خطيرة ودخيلة على منظومة قيمنا وأخلاقنا، ومنافية لتعاليم ومقتضيات الشرع، كما حذرت من أن تداول مثل هذه الممارسات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي زاد منها. ويعرف المجتمع الموريتاني بعادات فريدة في الزواج توارثتها الأجيال، ولم يمنع الحفاظ عليها من دخول ممارسات جديدة بسبب تأثيرات الانفتاح على مجتمعات أخرى في المنطقة، رغم الفرق الذي يراه الناشطون في الإسراف. وكان مهر بنت رجل الأعمال الموريتاني المعروف محمد ود بوعماتو أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في أغسطس الماضي، عندما أظهر فيديو أن المبلغ الذي تم استلامه كان في حدود $50، وهو معتبر مساهمة في محاربة البذخ.